تخيل معي عزيزي المشاهد، عندما تكون عامل في محل أو سوبر ماركت أو حتى في مطعم أو موظف في شركة أو عامل في أي شيء، أهم شيء إنك تشتغل وتحصل زلط بعرق جبينك، هذا أهم شيء. وأثناء عملك تحصل على حاجة ثمينة، ماذا سوف تفعل؟ سوف تأخذه لا من شاف ولا من دري، أو سوف تبحث عن صاحب هذا الشيء الثمين؟ أشتي الكل يرد علي في التعليقات بالصدق كما اشتى كذب. أوكي، هذا هو موضوعنا لهذا اليوم، واللي هو الأمانة أثناء عملك. طيب خلونا ندخل في المهم. طبعا الكل عارف برنامج خاطرك مجبور، وصاحب هذا البرنامج الأستاذ عبد اللطيف الزيلعي. أوكي، تعريف بسيط بس عن الأستاذ عبد اللطيف الزيلعي باختصار. طبعا هذا الشخص الذي بمفرده استطاع أن يفعل ما لم تستطع أن تفعله القنوات الفضائية المدعومة بالمليارات ولديها كل الإمكانيات. وطبعا عبد اللطيف الزيلعي أحدث نقلة نوعية في مجال العمل الإنساني. طبعا أي كلام أقوله عن عبد اللطيف الزيلعي مكانه يعتبر قليل في حقه صراحة. يعني لا تقولوش إنه صاحب البلاد، لا والله حقيقة. هذا كان تعريف بسيط عن الأستاذ عبد اللطيف الزيلعي، أتمنى ما أكون طولت عليكم. المهم خلونا نرجع لموضوعنا اللي هو الأمانة. طبعا عبد اللطيف الزيلعي حاب إنه يسوي تجربة اجتماعية على عامل النظافة عشان يشوف يعني ردة فعله، وحاب إنه يطرح في الكيس حق الزبالة صندوق ذهب ويشوف ردة فعله، هل هو سوف يأخذه أو سوف يبحث عن صاحبه. المهم طبعا عامل البلدية هذا ما قصر، طلع كفو ابن ناس محترم ما يحب أكل الحرام أبدا. المهم شاهدوا معي هذا الموقف البسيط. وبدأ الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد تعال 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 تعال، جملي بالقمامة ذي. تمام. شوف هذول الثلاثة الأكياس، طبعا دي حق الجيران، بس أنا برجع للكيس. تمام. يا كريم يا الله يا كريم. وهنا كانت الصدمة، وبانت لنا الصدمة في نظراته. طبعا أول ما شاف الصندوق ارتبش مش مصدق نفسه. ارتباكه، حيرته، ويمكن في فرحته. من صدمته رجع يتأكد هل اللي شافه حقيقة أو خيال. شوف خبه ورجع كمان مش مصدق نفسه، رجع يخرجه مرة ثانية ويشوف يتأكد ذهب ولا لا. مش مستوعب الرجال، مش مستوعب. كانت الصدمة باينة لدرجة أنه ما قدر يكمل عملها بشكل طبيعي. شوف لاحظوا حتى كمان لما رجع لعمله خلاص بدون وعي بدون حس. قررنا نرجع عشان نعرف ردة فعله. بسم الله وعلى بركة الله نواصل. شوف الآن رجع عبد اللطيف الزيلعي. طلعها بالخلف، طلعها بالخلف. يلا معك القمامة فيها ذهب. كيف؟ القمامة ذهب. القمامة طبيعي جدا. طرح الكيس وأجل عنده قال له الزبالة حقك فيها ذهب. هذا الذهب. الله، انت متأكد ده حقنا؟ هذا حقكم، هذه القمامة. معنى ده مش حقي. هذا كنا في القمامة. طيب ما رأيك قاسمها انا وانت؟ لا حرام. شوف ردة فعله كيف، شوف اللي يعني ما يحب انه ياكل حرام ابدا، يحب انه ياكل بعرق جبينه. قال له حرام. كيف حرام؟ أنا أسأل عن أهله، أنا قالوا حقهم. اسمعنا تسأل عن أهله. من أنا أقول لك جمعت القمامة دي من الجيران، يعني ما نش داري حق منهم. أسأل اللي حقه ولا. ولما اجى صاحب الذهب شوف ردة فعله كيف. هذا يسأل عن حقه ونودي حقه. انت انا مجيب حقنا. ها؟ اللي بينكم ماما مش بسألك بالله. أي جب؟ ام جب اللي بينكم ماما بدك وخاني السماء. ما بينه. بين ذهب والله عقنا الذهب كله عقم بين.
ما بسألك بالله يا اخي ما حصلناش ذهب. وجيرو حصلنا جاب حصلنا موجودة فينا مش موجود. دوما لطيف مالك وماله لا تصدق لا. موجود فين؟ يا أخي موجود عندك يا اخي ما هوش عندي. موجود فينه؟ موجود يا شي ضاربه حرام لي ضاربه. شوف كيف قلب صورة معاك كله معاك عندك مكن نحطه. حرام انك كفو أمان انك الموقف هذا يعتبر درس للأجيال القادمة على مر السنين. وطبعا عبد اللطيف الزيلعي ما قصرش معه ابدا، يعني دعمه واداله كل المطلوب. شكرا عبد اللطيف الزيلعي، شكرا فريق برنامج خاطرك مجبور، شكرا لكل فعل خير تبرع ودعم هذا البرنامج ماديا، شكرا لكل من دعم هذا البرنامج معنويا، دعم هذا البرنامج بمشاهدات، دعم هذا البرنامج بلايكات بتعليقات إيجابية، شكرا كل من دعم هذا البرنامج بالنشر. تحية لك يا عامل البلدية. المهم هذا هو موضوعنا لهذا اليوم، أتمنى ما أكون طولت عليكم. طبعا أعتقد احتمال أنه في بعض من المتابعين راح يقول لي في التعليقات قاعد شفنا الحلقة كامل، عادي، ولكن صراحة يعني هذه الحلقة أثر فيني كثير، حبيت أن أنا أتكلم عليها، فكلكم على راسي طبعا. وهذا هو موضوعنا لهذا اليوم، أتمنى ما أكون طولت عليكم. أنا بطرح لكم رابط الحلقة هذه كامل يعني في الوصف في التعليق المثبت. وكالعادة قبل ما ينتهي هذا الفيديو، اللي عدو مش مشترك في القناة اشترك في القناة، سوي لايك وطعلق كذا حالي مثلك، وانشر في كل مكان. سلام، تحياتي لكم.